شرفونا شرفونا اسعدونا وفرحونا ابهرونا بمستواهم هذا ما هم عودونا. شرفونا شرفونا اسعدونا وفرحونا ابهرونا بمستواهم هذا ما هم عودونا. الخصم سووا متاعب واي واحد لما يلعب ضدهم يلقى مصاعب. لاعبينا في الملاعب للخصم سووا متاعب واي واحد لما يلعب ضدهم يلقى مصاعب. يا هلا وين اللي يكون متين ولا فيك متين ولا فيك شيء. الله يعطيك نعم شرفنا طول عمرك شرفنا فيك ترى هالجمع الطيب كله يوم بعد الله لك انت اي والله تشرف يسلمك يسلمك بارك فيك حد على غيركم هذا سلم سلم مبارك البركة بارك فيك. وانا عبد الله اللي احنا مهندي جاي من قطر ترى جاي على شلون والنعم فيك حبيبي. ترى هو
مع العيال بس. يلا خلدان. متين. يتفضل بتكريم الحارس البحريني حارس المنتخب البحريني ابراهيم الصبر. قطع الاشياء طيبه بعد قلبي والله يعني هذه بطلت عمري سبع الواحد بيصور بعد يعني يوسف واجب انتم مقصرين. يلا شباب خلاص خلينا نبتدي. مشكور كابتن. يلا حياك. خذها صورة خذهم. ان شاء الله. صورة واحدة بس. أول واحد. يلا. نشوف هناك. هيا عليك. مدرج ولعتوني. عمري نمبر 1 حبيبي ابو علي. اعتذروني يا جماعه ترى أنا يعني الحضور كذا ما تحفيتكم ولا يعني قلت فيكم نفس كل اسبوع بس اليوم عفوا اتمنى تعذروني. عبد الرحمن افضل حارس عندنا كل شيء عندنا. والهداف وافضل لاعب بعد عندنا. والمهدي ابو خالد عبد الله محبوب نجم فريق النصر. تاني خلاص. حيا ابو خالد يا حبيبي. صور جوالي. يلا خلاص ظاهر ان بين الاحتفال بالبدايه في تحقيقا. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواننا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم في ليله اخوكم عبد العزيز يوسف وزبون التراثي بسيتين بمملكه البحرين. وطبعا شكرا على حضوركم هذه الليله للاحتفاء بطبعا النجم الكبير والغليظ الكابتن ابراهيم الفضة وعلي. وانا محظوظ ان نفس كليتي. طبعا غني عن التعريف حارس منتخب البحرين وحافظ يعني المتألق والحاصل على جائزة أفضل حارس في خليجي 26. نعم استاذ. وطبعا من هو واخوانه اللاعبين بمساندة المشجعين بشكل عام والرابطة اللي اليوم حاضرين فيها عيال محبوب وايضا الغالي وسلمان. طبعا يوسف حمد ذكر طبعا ابو عبد الله ياسين واحد من نجوم كاس الخليج 3 دورات. كابتن جاسم حمد والنعم في قبوله. طبعا مثل ما قلت هذه ابو علي كابتننا اللي هو كابتن ابراهيم الفضة مع اخواننا يعني حققوا لنا الانجاز
وطني كبير، وهو فوز بكأس بطولة خليجي 26. وأيضا شرفنا بعد كابتننا بحصول على أفضل حارس في نفس البطولة. صفوا له يا جماعة الخير. طبعا عشان أنا ما أطول الكلمة عن طبعا صاحب المجلس أبو عبد الله، تفضل. يا اهلا يا مرحبا. مساكم الله بالخير يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وسلم. الأخوة الأعزاء، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدني في هذه الليلة أن نرحب بكم مع خالص شكري وتقديري لكم بحضوركم وتشريفكم لنا المشاركة في حفل تكريم حارس المرمى الأمين لمنتخب الحارس إبراهيم لطف الله، الذي شرفنا مع زملاء اللاعبين في المنتخب الوطني بحصولهم على بطولة كأس الخليج العربي خليجي زين 26، والتي أقيمت مؤخرا بدولة الكويت الشقيقة. إن هذه البادرة الطيبة من المجلس ورواده هو أقل ما يستحقه الحارس إبراهيم لطف الله، الذي برق نجمه خلال المشاركة وحصل على أفضل حارس مرمى في البطولة. فتحية خاصة للحارس إبراهيم لطف الله على هذا الاستحقاق. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن أشكر جميع اللاعبين بالمنتخب الوطني، والشكر موصول للجهازين الفني والإداري والجماهيري وفي ورابطة المشجعين على الإنجاز الكبير الذي تحقق لمملكة البحرين. كما نبارك للقيادة وكافة أفراد الشعب البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول اتصال فيه رغم شغله شديد، وايضا اليوم هو عنده تدريب يعني شويه جامد في النادي الاهلي كلاعب محترف، لكن حرص انه اليوم يحضر. طبعا يعني يعذرني استاذي وكابتن الكبير الحكم الدولي القدير اللي على يساري كابتن ابراهيم الدوري واحمد ابو احمد. طبعا ابو احمد غني عن تعريف، من الطاقم التحكيمي في دورة الخليج الأولى لسورة البحرين. طبعا الحين ننتقل إلى شاعر دائما يعني شعره في الصميم حتى لو ما سمعناه، وهو شاعرنا يوسف وغالب، فليتفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول صلوا على الهادي محمد وهله، صلوا على الهادي محمد وهله. اللاعبين الكاس يا بوحق هله، كاس الخليج الملكنا سلموه، ابو سلمان بكل فخر يستاهله. لاعبينا في الملعب ابدعوا على خطة اردوغان، وهم مشوا همة وعزيمة في الدورة تفننوا. حارسنا لطف الله وش حلوة، حارسنا لطف الله وش حلوة، تحطه على الجرح سريع يبره. لطف الله في الملعب صار دواء، والله عليهم اللي حسدوا، والله عليهم اللي حسدوا. أقول هلا باللي لفانه يا هلابه، هلا باللي لفانه يا هلابه. لطف الله يا لطف الله زارتنا السعادة، حارس مرمى وبه انتصرنا. الله يحفظه ويحفظ له شبابه. كاس الخليج وفيه تألق مع الفريق للملك يابه.
هذه البحرين وتهوى الرياده ودوم بلادنا لامثالكم ولاده. اقول درقان رسم خطه للاعب، درقان رسم للاعبين خطته ونزل الفريق للملعب طوفان ترنادو. في كل مباراة زادت فيه حدته من المشجعين، اللاعبين استفادوا، الجمهور ترس الملعب لين قمته وكل مالهم في التشجيع زادوا، الجمهور بالآلاف رافع رايته. وبعد النصر مع الكاس عادوا، مبروك لنا فوز الوطن وحشمته، مبروك لنا فوز الوطن وحشمته. والناس للفريق والمشجعين شادوا، عيال البحرين للوطن في خدمته، فرحوا الملك والشعب يوم الكاس، يابوا كاس الخليج في البحرين زانت بهجته بفضل الله واللاعبين اللي انتصروا. وتكريما لهم ميلس بوزبون الحمادي، وتكريما لهم ميلس بوزبون الحمادي بحضور لطف الله الحارس الامين احتفلوا. يا مرحبا بك يا حارسنا، يستاهل ولا صفقوا، يستاهل ولا صفقوا. بسلامة الجيل. مشكور يا ابو غالب، شاعر الرجال الصراحه والجهات. طبعا اخواني اليوم يعني بالفعل عرس يعني وطني واجتماعي خليجي في الاخوه من كافه محافظات مملكه البحرين بمدنها وقراها، وايضا في من اخواننا من دول مجلس التعاون، اشقائنا من قطر ومن السعوديه. طبعا نرحب باخونا العزيز حسين عبد الله الدوسري من مركز السعوديه من جيش وايضا اخونا العزيز عبد الله نحدان من دوله قطر شقيقه. جميعا لا يعني استثناء، ولكن اساس النواصي الان في الان طبعا كلمه الحكم الدولي الاستاذ ابراهيم دول، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الكل عارف ان دورة الخليج بدأت مسامحة لان صوت شوية من عقب زكام وكحة، فبدأت دورة الخليج في مارس 1970 في البحرين بمشاركة 4 دول خليجية اللي هي البحرين والكويت والسعودية وقطر، وشاركت فيها في بداية الأمر كمراقب خط لأن للحين ما حصلت على الشهادة الدولية. وفي عام 1972 شارك في دورة الخليج الثانية بتحكيم، حصلت على تحكيم في مباراتين ما بين قطر والامارات والكويت والامارات صار لي يعني وكذلك مراقب خاص في نفس الدوره، ولله الحمد من بعد هذه الدوره حصلت على الشهاده الدوليه، واعتبرت اول حكم بحريني يحصل على الشهاده الدوليه عام 1972. عام 1988 شارك فيه كرئيس لجنة الفنية وممثل الاتحاد نائب في اللجنة الإدارية للوفد. وفي عام 1990 شارك في دورة الخليج التاسعة كإداري بالوفد بصفتي مدير الاتحاد البحريني لكرة القدم. هذه مساهماتي ومشاركتي في دورات الخليج، وعلى ضوء هاي دورة الخليج انطلقت إلى الدورات الآسيوية
وحصلت على أقوى مباراة في دورة الألعاب الآسيوية عام 1974 ثم نهائي كأس آسيا عام 1986 ومن بعدها انطلقت إلى المباراة تصفيات لوس أنجلوس في ماليزيا ثم تصفيات كأس العالم في هونغ كونغ ثم في نهائي كأس العالم عام 1982 في اسبانيا واصبحت اول حكم خليجي يشارك في نهائي كأس العالم واول حكم بحريني وخليجي في هاي الدورة وشكرا لكم جميعا. شكرا كابتن بدير واحمد. طبعا الحكم الدولي ابراهيم الدوي صاحب ميلس عريق في المحرك يفتح كل سبت ويضم متحف رياضي يعني شامل كل الاشياء اللي قالها وزياده يعني. فيرحب فيكم من هذا الملتقى وهذا اللمه الجميله. طبعا الان عشان مثل ما قلتوا انتم بعد نفوض كابتن يعني جاي من تعب تمرين واشوفه كحيا من بعد الحين، فننتقل الى تشريفنا بتكريمه من قبل وعبد الله، بعد ايضا بمشاركه تكريم بقيه اللي وقفوا مع المنتخب ومع الحرس للامين. بيشارك في التكريم اخونا عبد الله الاحدام من دوله قطر، فليتفضل. تفضل عبد الله، حياكم. عبد الله القدير وحمد جوزيف حمد اللي لعب في 3 دورات في كاس الخليج. 3 تفضل. اول 3 دورات تفضل. منه اخونا طبعا المشجعين البارزين عبد الله محمود ابو خالد. تفضل ابو خالد. ايوه ابو خالد. ايوه ابو خالد. وين ابو خالد؟ ايوه ابو خالد. ايوه زعلان. صاحب زعلان. صاحب زعلان. ليش زعلان؟ والله ما قصرت.
وخالد الساحر زعله يلا اشتبوا شيء يلا يلا وليد زعلان وليد زعلان وليد زعلان الفيل لا اله الا الله والفيل لا اله الا الله والفيل من قايل لك تلعب صوبه من قايل لك من قايل لك ايوه عبد الله على الله وما قصرت وما اقدر اعبر عن شعوري صراحه. نعم يا ابو خالد استاذنا ابو خالد ولاعبنا الاولي خميس علمني القصات هذه البلنتيات هو كل شكر حبيبي نجي فريق النصر احمد عبد الله رئيس قلنا احمد عبد الله حيار مرحباوي زعلان لا مرحبا قلنا طبعا نواف تفضل اي نعم مشجعين حيو نواف حيو 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 نواف حيو حيو نواف حيو يونس مسلمان يونس انا ما اعرف شيء مسلمان ولا مسلمان وين ترتيب وين يونس سلمان ابو سلمان يلا ابو سلمان حياك يونس ناجي محمود وينه؟ طبعا يونس سلمان من المشجعين المعروفين في مملكة البحرين ومشجع محترف في نادي القنديل واحد من طلابي يستاهل تحكيمه يستاهل 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 ابو سلمان لا 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 ايوه 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 لا 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 بحريني شكرا ابو عبد الله على التكريم على الاتباع. سعد محبوب ابو ذيب والله ما يحتاج ابو ذيب ما يحتاج. ايوه حياك ابو ذيب ايوب حياك ابو ذيب شويه مناع تعال صور تعال صور معاه حياك حياك حيو ابو ذيب 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 وحيو ابو ذيب يستاهل يستاهل يلا اخوان بسرعه عشان نحتفل باليوم. محمد عرسنا عمري ابو ذيب عمري ابو ذيب اي عليك اي عليك حضر محمد محمود بعد وين اخوانكم يا بالنيابه بالنيابه مدير محمد حسن محمد حسن محمد حسن خلاص اقول اسمه بالنيابه خلاص لا فقط وقفي انا بطيء خلاص محمد حسن مشجعي منتخب البحرين. تفضل. شخصية مألوفة في المدرجات.
يلا خالد وين خالد؟ حياك حسن. ما شاء الله عليك. طب يلا طب يلا طيب طيب مدحي خالد ابراهيم ربيعه من رابطه ها؟ حياك حياك يا اوه هذا خالد ابراهيم حياك لحظة شوي في حياك من احسن يلا حياك طبعا قلنا عن تعريف ناشط صباعي ورياضي ابراهيم مطر بموزه تفضل بموزه حياك حياك هذا عبد الله عبد الله شغله وياك وياك وزبون حياك يلا طيب شباب اللي بيصور يصور الحين بس نحط 10 صديق الإذاعة خضرم صور العباسي صورني وايد ها تك تك تك